والله التهديدات اللي جات لي من حريم دكتور مرسي اخنا في مصر. التهديدات من حريم دكتور مرسي، بيقولوا لك ايه التهديدات دي؟ والله بيقولوا لي ايامك قليله وهنموتك وهنقطعك حته حته ونحط ليكي في كل ميدان حته، وكمان سموني على اساس ان انا اغير كلامي واقول ان اخنا في مصر هو الرئيس السابق مبارك مقابل اجراءات ماليه. وانا رفضت. طب انت يعني اللي انا عرفت انك غيرتي مكان سكنك خوفا من اي ضرر لا قدر الله يحصل. اولا استاذ محمد انا ما بخافش، ولكن هي حمايه ليا لان اللي حواليا خايفين عليا. بس انا بقول لهم انا مش خايفه منهم وانا ما بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. لان ان الله يدافع عن الذين امنوا. تمام. وايه الاغراءات اللي حد قال لك نطلعك في قناه ثانيه وغيري كلامك؟ ايه الاغراءات المقابل الاغراءات؟ الاغراءات بيقولوا لي يعني كل اللي انا اطلبه يعني من اموال او اي شيء انا بطلبه هم مستعدين يعملوه لي. مقابل انك تغيري كلامك؟ مقابل ان انا اقول ان اخنا في مصر هو الرئيس السابق مبارك وان مرسي هو صاحب مصر وانا غلطت وانا بتكلم او انا ما عرفتش اجمع الكلام او انا استندت النبوءات غلط او الى اخره. تمام. انت التنبؤات او التوقعات بتاعتك انت اتنقلت منك ويعني نشرت في اماكن عديده باسماء اخرى، صح؟ انا عامله تحذير في اخر توقع ليا وقلت هذه التوقعات خاصة بالفلكية الجوية فقط ولا يجوز لأحد الاقتباس منها إلا بالإشارة إليها وإلا كان عرضة لمسألة قانونية بتهمة السطو على حق الآخرين. طيب يعني أنا قريت على صفحتك أحدث التنبؤات، عايز أعرف أنت في حاجتين كلمتيه قلتي مش عارف من طريق مصر اسكندرية لمطروح هيحصل إيه ومن الجنوب هيحصل إيه، بس عايزين نركز على الحتة دي عشان إذا في حاجة يعني ناخد حذرنا منها. انا قلت في الكيلو 216 تحتشد اعداد هائله من الغربان ذات الحجم الكبير تحتشد في سيناء وحدودنا مع ليبيا والسودان، وصقر يحشد النسور للانقضاض على طابور ما بين من الغربان بين الكيلو 216 بالاسكندريه حتى بنغازي. حتى بنغازي. طب تفسير ده ايه يا جوي؟ تفسير ده ايه؟ الغربان اللي هي التنظيمات الاسلاميه او المصريه او غير مصريه. يعني ممكن عايز اقول لحضرتك انا بناشد جيشنا الحدود الغربيه لينا في خطر. الحدود الغربيه في خطر كبير جدا. طيب احنا عموما هنجهز لقاء تاني مباشر نناقش فيه اهم واحدث تنبؤاتك، وانا بشكرك جدا استاذه جوي عياد العالمه الفلكيه.